السلام ومرحبا بكم. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم في وصفه جديده. ان شاء الله اليوم باش نعملوا حلوه الجلجلين. ان شاء الله يا رب تعجبكم. ما تنسيوش البنات تشتركوا في القناه وما تنسيوش تفعلوا الجرس الصغير باش ان شاء الله كل ما نهبط حاجه جديده يجيكم اشعار اللي انا هبطت فيديو جديد. بالنسبه لمكونات الحلوه نتاعنا عندي زوز كيسان جلجلين. تنجموا تاخذوا جلجلين الاسمر والا جلجلين الابيض. بالنسبه راهو للجلجلين الاسمر هو فيه منفعه اكثر من الجلجلين الابيض. عندنا شطر كيس سكر وعندنا شطر كيس عسل المنديلي. هذا العسل البنات اللي عملناه مع بعضنا المره اللي فاتت. كان ما تفرجتوش في الفيديو تو خليكم في صندوق الوصف الرابط نتاع الفيديو براو تفرجوا فيه. هو كما قلت لكم يجي عسل ما شاء الله. ناخذ شطر كيس، ننصحكم تجربوه. هو كما تراو حاجه توب. وكما قلت لكم المره اللي فاتت نستعملوه في برشا انواع نتاع حلو، وان شاء الله كل مره نهبط لكم وصفه. هو باش تحققوا الكونتيتي هذيا هكا. هاو اول حاجه البنات نحط الجلجلين نتاعنا في مقله باش نعرجو شويه. بعد ما نظفته نقيته وفضته من الغبره باش نحط نعرجو. الكميه هذيا ما يقارب 300 غرام جلجلين. تنجموا تزودوا والا تقلوا انتوما وشنو تحبوا. جست باش نعرجوه شويه حتى لين يسخن ويحمر شويه. كان عندكم الجلجلين باش تستعملوا الجلجلين الابيض خليوه حتى يحمر يولي فرد لون هو والجلجلين هذايا وبعديك طفيو عليه. بعد ما عرجت البنات الجلجلين نتاعنا تويكا باش نحضر الخليط اللي باش نعملوا به حلوه الجلجلين نتاعنا. خديت شطر كيس سكر وباش ناخذ زاده شطر كيس عسل. خلطهم مع بعضهم ونحطهم فوق الغاز. جوست هي الكاسرونه تاعي تبدا تغلي وانا نطفي عليها الغاز. باهي البنات كيما قلت لكم حطيت شطر كيس عسل عليه شطر كيس سكر وحطيته في كاسرونه فوق الغاز باش نقعد نحرك حتى لين هي الكاسرونه تبدا تغلي. جست تبدا تغلي وانا نطفي عليها الغاز. كيما تراو البنات بدات الكاسرونه نتاعنا تغلي دونك باش نطفي عليها الغاز. وباش نصب الخليط نتاعنا على الجلجلين وباش نحركه بالباهي حتى لين ينسجم مع بعضه كما تراو. خلطوا بالباهي يلزم العسل نتاعنا يوصل للجلجلين الكل كما تراو. هو باهي البنات عندي بابي كويسون ورق الزبده. عندي زوز ورقات قد بعضهم باش ندهنهم الزوز بنكيته زيت باش نتفاداو باش نتفاداو انها الحلوه نتاعنا تلفق. اوكي ومن بعد باش نحط خليط الحلوه على بابي كويسون.
كما تراو. وباش نحط الورقه الاخرى نتاع الزبده على الحلوى نتاعنا وباش نمدها بالقلقال. كما تراو نوزع الحلوى نتاعنا بالتساوي. هيا نوزعوها بالتساوي باش تجي الكعبات الكل يجيو قد بعضهم. هيا كما تراو باش نحي كالجناب الزايده ونحطها في البلايص اللي مش مستويه باش تجينا معناها كميه، لا اكثر الكميه تجينا مستويه وما شاء الله. كما تراو هيا بدات تجمد. كما تراو ونحلها بالباهي. القلقال يساعدنا باش تجي الحلوى نتاعنا مستويه ومسطحه كيما نحبوا عليها نحنا. اوكي هيا كيما قلت لكم باش نخليوها حكايه دريجين تيبس شويه ومن بعد نرجعوا نقصوها. باهي البنات بعد ما خليتها حكايه دريجين الحلوى نتاعنا تويكا باش نقصوها. تجي مستطيلة ولا مربع كما تحبوا نتوما تقصوها. اول حاجة باش نقص اكلجناب الزايدة كما تراو. هيا استنوني ومازالت باش تشد روحها اكثر. هيا كما تراو وتشد روحها اكثر. يلزمنا نقصوها وهي مازالت مسلمه شويه، معناها مازالت ما شحتش كومبليتمون باش تطوعنا في القصان. هيا مثلا نقصوها هكا كما تراو. حلوى بنينه وفي ساعه ما تحضر. وحاجه باهيه ان نعملوا حاجه في الدار تكون نظيفه ونربحوا فلوسنا وزيد نتعلموا حاجه جديده نعطيوها لصغيراتنا ونحنا مطمئنين انها طيبه في نظافه ونعرفوها كيفاش شنو هي المكونات نتاعها وحاجه باهيه. انا ننصحكم جربوها. هيا ونقصوها كما تراو. هيا قصوها بالطول ولا مربعات ولا كما نحبوا نحنا. حاجه باهيه. هيا كما تراو ما شاء الله. نكمل نقص الكعبات نتاعنا وكما قلت لكم باش نخليوهم حكايه 30 دقيقه بعد القصام باش تشد روحها بالباهي ومن بعديك نقدموها. هذه البنات حلوة الجلجلان متاعنا بعد ما حضرت كما قلت لكم قصيتها وخليتها ترتاح تصيف ساعة وقدمتها لكم. هيا تجي ما شاء الله بينا على الاخر. وتعرفوا اللي الجلجلان فيه برشا فوائد كي نعطيوها لصغيراتنا نكونوا متمنين. وحاجة باهية ان نعملوا حاجة نظيفة في الدار. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعطيوني رايكم. ان شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب. من هنا لغادي نبوسكم بوسة كبيرة نقولكم ردوا بالكم على رواحكم في امان الله وبسلامة.